الترمس يلي ناسية الترمس الحقي اعمليه. وعلشان مفيش وقت احنا هنعمل النهاردة المسكر او المستورد، هما نوعين، في مر وفي مسكر. المر بياخد وقت، يعني عايز يومين 3 4 على ما تقعدي تغيري المية بتاعته عشان المرارة تروح. طبعا مفيش وقت، فهنجيب النهاردة المسكر. تنقيه من اي شوائب كده، انا جايبة كيلو. نقيت اي واحدة بايظة واي حاجة، وبعد كده غسلته مرة واتنين لان بيبقى فيه تراب. هتحطي بقى ميه، تغرقيه ميه على اخره، مش تحطي على القد كده لانك هتصبحي تلاقيه شاربها وتلاقيه ناشف. غرقته بالميه بالشكل ده، صباح حلو زي ما انتوا شايفين كده. هغير الميه بتاعته دي تاني واحطها بقى في حله على النار بميه جديده. والتسويه بتاعته هتبقى من اول ما يغلي معاكي تسيبيه 10 دقايق وبعد كده تطفي النار. هتشيليه بقى تسقعيه بميه جديده وتحطيه في البرطمان. وبعد كده اعمل المحلول بتاعه، دي ميه جديده تانية اهيت. احط فيها 4 معالق ملح ملانين، وهحط بابريكا واحط شطه، واحط رشه كمون صغيره. هقلبهم بقى كويس كده. وعلى فكره كنت حاطه كمان رشه سكر بيخليه مقرمش وحلو لاطول فتره ممكنه بعد العيد. بعد كده بقى بحطه اهوت في قلب البرطمان. على فكرة يعني تقدري تاكلي بعده، يعني من بعد ما تحطي عليه التوابل والمية دي والملح بعده بساعة. تحطيش اي ليمون خالص الا عند التقديم، تيجي تاكلي تطلعيه زي ما انت شايفة كده. تقدري تزودي شوية شطة زي ما انت عايزة تاني او كمون، وتعصري عليه الليمون، وبألف هنا.